لن نتكلم عن خسارة المغرب أمام فرنسا، فقد ربح المغرب قلوب العرب. لذا سنستعرض بعض الأحداث التي رافقت المباراة التاريخية. قبل المباراة لم يبقى أحد في العالم إلا وتوقع النتيجة، حتى الشرطة الفرنسية غردت ومنشنت للشرطة المغربية تقول: الزملاء الأعزاء، ما توقعكم لمباراة اليوم؟ هنا نتوقعها هكذا، 3-1 لصالح فرنسا. وشاركت هذه الصورة، فردت عليها المغرب الشرطة المغربية تقول: زملائنا الفرنسيين أنتم على حق، سيكون الفارق 2 بالفعل، لكن لصالح المغرب ب2-0، 2-0. ونشرت هذه الصورة. نائب السفير الفرنسي في عمان لوسيانو ريسبولي يريد أن تفوز بلاده وأن لا يدع أي فرصة لفوز بلاده، لكن العقبة التي أخافتها أمام تأهله هو المنحوس العماني ماجومبا، فقد ظهر بفيديو يرجو فيه ماجومبا أن يبقى على الحياة. عزيزي ماجومبا، هذه الرسالة من طرف نائب السفير الفرنسي لدى سلطنة عمان. نعلم أنك في كل مباراة ترتدي قميص الفريق الذي تسانده، ولكن لاحظنا أيضا أنه بكل مرة تأتي النتيجة بعكس ما تتمناه. باسم الصداقة بين فرنسا والمغرب، وباسم الصداقة بين فرنسا وسلطنة عمان، ندعوك اليوم أن ترتدي قميصا أبيض اللون مثل قلبك. لكن ماجومبا لم يستمع لطلب الدبلوماسي الفرنسي ولبس قميص فرنسا. يا مرحبا، اليوم متجهين إلى مباراة فرنسا. وصل لي رسالة نائب السفير: اسمح لي، دمي العربي ما يسمح لي. زين، فلنا لقاء في الملعب، وفيفا فرنسا. لكن النحس تعرفون أنه انكسر في هذه المباراة. صداقة مبابي وحكيمي كانت حاضرة في المباراة، وبعدها تبادلا القمصان. بعد المباراة تعانقا وحفزا بعضهما البعض، ونشر مبابي هذه الصورة على تويتر يقول فيها لأشرف حكيمي: لا تحزن يا أخي، الجميع فخور بما فعلته، صنعت التاريخ يا أشرف. حكيمي رد عليه أيضا: أحبك يا أخي. تراني تأثرت. سيل من المشاعر أغرق المنصات العربية. أيضا محمد يقول لك: أشعر أنني أحلم، ما الذي حدث؟ هل تصدقون هذا الإنجاز التاريخي؟ لقد فعلها المغرب، لقد وصل لنصف نهائي كأس العالم ولعب ضد بطل العالم السابق. يا له من فخر. هذه تغريدة أخرى من هاني يقول: لنرفع القبعة احتراما لفريق المغرب وتقديرا لمستواه الراقي الذي قدمه، والثقة العالية بالنفس التي أبداها أمام فرق لدول كبيرة في كرة القدم. كان المغاربة نكهة البطولة العالمية 22. تغريدة من ياديا تقول: خرجنا من نصف نهائي كأس العالم وكلنا فخر بمنتخبنا، كانت رحلة عظيمة. هدى قالت: هدى ستظلون أبطالا وشرفتونا وأمتعتونا وكلنا فخر وسعادة. أمل جديد لمنتخباتنا العربية. مدرب المنتخب المغربي وليد الرقراقي قال: لم نخذل أحدا، قاتلنا حتى النهاية. نشعر بالسعادة لرؤية مبابي يفوز بكأس العالم، حينها سنقول خسرنا أمام بطل العالم. الأعين الآن على نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا. مغردون استخدموا الفوتوشوب ليزيلوا رأس رونالدو ويضعوا محله رأس مبابي. هنا في هذه الصورة الشهيرة التي نشرتها لوي فيتون. من سيفوز؟ ميسي؟ أنتم اكتبوا في التعليقات: مبابي أم ميسي؟